لو عندك مشكلة في سماع الانجليزي وبتحس ان الاجانب بيتكلموا بسرعة جدا وانت مش فاهم حاجة خالص ودايما بتتفرج على الافلام الاجنبي بالترجمة العربي، فبعد اذنك كمل معايا النهاردة الفيديو لحد الاخر، عشان النهاردة انا هدربك تدريب عملي على السماع والكلام بالانجليزي. هنسمع مع بعض انجليزي ونحاول نتعلم قواعد نطق مهمة جدا في الكلام، فاحنا هنسمع ونردد ونتكلم في فيديو النهارده. فبعد اذنك ركز معايا النهارده كويس جدا. دلوقتي بقى انت هتشوف دلوقتي مقطع من فيلم، فبعد اذنك عايزك تسمعه وتركز فيه كويس جدا جدا. ركز في كل كلمه بيقولوها في المقطع ده وحاول بقى تخمن كده، ووقف الفيديو وقول هم قالوا ايه بالظبط. ولو انت ما فهمتش حاجه خالص وحسيت ان هم بيتكلموا انجليزي بسرعه وانت مش قادر تلقط الكلام، فحب اقول لك ما تقلقش خالص، انا موجود معاك النهارده ومش هسيبك الا لما تفهم كل حاجه موجوده في الفيديو وكمان تعرف تقولها زيهم بالظبط. I've been down here a million times. She turns on the cooking channel, boom, she never wakes up. I've been down here a million times. She turns on the cooking channel, boom, she never wakes up. السلام عليكم، معاكم انس مصطفى، والنهارده معانا هنا على السبوره اول حلقه في سلسله انجلش سوب. فبعد اذنك النهارده ركز معايا على السبوره عشان نشوف بقى المقطع اللي انت سمعته، القواعد اللي موجوده فيه ونعرفها مع بعض ونتدرب عليها تدريب عملي مع بعض، وبعد كده نسمع المقطع تاني عشان نشوف انت فعلا فهمته ولا لا. واول جمله معانا في المقطع اللي انت سمعته الا وهي ايه؟ I've been down here a million times. I've been down here a million times. تعال نشوف بقى القواعد اللي موجوده في الجمله دي. اول قاعده عندنا الا وهي في of. بص I have عندنا في الانجليزي في عندنا حاجه اسمها I have لما يجوا مع بعض كده بنعملهم حاجه اسمها contraction يعني احنا بنصغرهم مع بعض، وده لما يجي بعدها فعل، يعني لما يجي I have وفي بعدهم فعل تاني عايزك كده تصغر لي I have وتقولها ايه؟ تقولها of. بص of تاني of، حلو جدا. يبقى عندك I مع الهاف مع بعض اسمهم of. تاني I have of. حلو جدا. طب انا لو عندي انس we have هقولها ازاي؟ يلا قول لي. we have، يلا قول لي. بص we have with. طب you have، بص you have. اعمل زي. يبقى عندك اول حاجه I have هتبقى of. I've been down here. تاني قاعدة عندنا سهلة جدا وبسيطة الا وهي في الكلمة دي. الكلمة دي اسمها ايه؟ الكلمة دي اسمها been، ولكن ده في الامريكان انجلش. في البريتش انجلش او في الانجليزي البريطاني، يعني في اللهجة البريطانية بيقولوا been، يعني بيقولوا عليها been، ولكن في الامريكان انجلش ناخد طبعا نتكلم بسرعة ونصغر الكلام بيقولها been. يبقى I've been. تاني I've been، قول معايا I've been down here a million times. خد بالك بقى من كلمة million. الكلمة دي مهمة جدا، بنطقها ازاي؟ بنطقها بص million. اخر صوت متحرك ده عندنا هيبقى صوت ضعيف جدا، بقول بص million. فكلمة million فيها صوت متحرك في الاخر ضعيف جدا، فبقول million. بص million. فبالتالي بقى الجملة كلها هتبقى I've been down here a million times. بص I've been down here a million times. وتاني جملة عندنا بقى جملة فيها قاعدة مهمة جدا، لا فيها قاعدتين. القاعدة الأولى عندنا بص she turns on the cooking channel. عندنا هنا قاعدة مهمة جدا. قال لي ايه؟ قال لي بص يا أنس، لو عندك في الإنجليزي حاجة اسمها phrasal verb. يعني ايه phrasal verb؟ يعني فعل زائد حرف جر. لو عندك فعل زائد حرف جر، قال لي بعد إذنك عايزك كده تنطق حرف الجر بصوت عالي جدا. يعني حرف الجر ده هنطقه بصوت عالي جدا. يعني بقول بص turn on. تعال ناخد مثال تاني. بص الكلمة دي هقولها ازاي؟ بص turn off هقولها ازاي؟ بص turn off. يبقى لو عندك في الانجليزي phrasal verb يعني فعل زائد حرف جر، عايزك كده تنطق حرف الجر بصوت عالي جدا، فبتقول turn on. يبقى بقول ايه؟ she turns
She turns on. She turns on the cooking channel. She turns on the cooking channel. عايزك تاخد بالك برضو من حاجة مهمة جدا في turns on. عندي هنا قاعدة مهمة جدا. قال لي بص يا أنس، لو عندي في الإنجليزي كلمتين، الكلمة الأولى بتنتهي بصوت consonant والكلمة الثانية بتبدأ بصوت متحرك، قال لي بعد إذنك اقف على الصوت الساكن ده أو الصوت اللي هو الكونسونانت، يعني قال لي اقف عليه وخلي الكلمة الثانية تبدأ بالصوت الساكن ده. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف مع بعض. يعني turns on. turns هنا منتهية بصوت ساكن، turns صوت ساكن، حلو الكلام. والكلمة اللي بعد كده بادئة عندي بصوت متحرك اللي هو on. هعمل ايه؟ قال لي خلي الصوت الساكن ده يبدأ بالكلمة الثانية. بص turns on. فهنا بربط الكلام ببعضه. فلو عندي كلمة بتنتهي بصوت ساكن والكلمة اللي بعد كده بادئة بصوت متحرك، هتيجي على الكلمة اللي بادئة بصوت المتحرك ده واديها الصوت الساكن وقول turns on. she turns on. بص she turns on. وما تنساش phrasal verb يعني فعل زائد حرف متحرك زائد حرف جر، تعمل ايه؟ انطق حرف الجر بصوت عالي واقول turns on. she turns on the cooking channel. she turns on the cooking channel. وبعد كده قال لك ايه؟ قال لك boom she never wakes up. she never wakes up. خد بالك برضو هنا عندنا نفس القاعدة اللي موجودة هنا دي، القاعدة اللي هنربط بيها الكلام. عندي هنا wakes منتهية بصوت الأس، وعندي بعد كده بادئة بصوت sound. هعمل ايه؟ هخلي الأس تبدأ هنا بالكلمة التانية، أقول wakes up. she never wakes up. she never wakes up. فعندي هنا كأني يعني بكرر الصوت الساكن مرة تانية. she never wakes up. وخد بالك فعل عندنا زائد حرف جر، هعمل ايه؟ هنطق حرف الجر بصوت عالي واقول wakes up. she never wakes up. يبقى كده الجمل كلها على بعضها. I've been down here a million times. she turns on the cooking channel. boom she never wakes up. تعالى بقى دلوقتي نسمع المقطع تاني من الفيلم وركز فيه كويس جدا وشوف بقى انت فهمت ولا لا. I've been down here a million times. She turns on the cooking channel. Boom. She never wakes up. I've been down here a million times. She turns on the cooking channel. Boom. She never wakes up. عايزك بقى دلوقتي تعمل حاجة مهمة جدا ألا وهي الشادوينج. يعني ايه الشادوينج؟ اسمع المقطع دوت كتير جدا وردد معاه. اسمع وردد. I've been down here a million times. I've been down here a million times. اقعد اسمع وردد لحد ما تلاقي نفسك ان انت بتنطق زيهم بالظبط. وبعد كده عايزك تعمل حاجة مهمة جدا، عايزك تسجل بصوتك الجمل دي كلها والمقطع كله، سجله بصوتك وابعتهولي على الواتساب. هتلاقي لينك الواتساب تحت في التعليقات. ابعت لي التسجيل بتاعك على الواتساب وانا هسمعه بنفسي واصححه لك. ولو انتوا عايزين اعمل لكم فيديوهات تانية اكتر عن قواعد النطق اللي موجودة في الافلام واللي موجودة في الفيلم اللي احنا شفناه النهاردة، اكتب تحت بس في التعليقات انجلش سوب او اكتب كلمة تم، وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية كتير جدا. كان معاكم انس مصطفى، واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة من سلسلة انجلش سوب. سلام.